واش الدراري، السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد مع شاك رايدر. معظم منكم كيمتلكوا دراجه ناريه، ممكن تكون صغيره كيف ايضا ممكن تكون من الصنف الكبير. هاد الدراجه الناريه فهي معرضه بزاف ديال المشاكل من مختلف الجهات، والاسباب ديال هاد المشاكل فهي مرتبطه من الدرجه الاولى بالسائق. لهذا في هاد الفيديو وكيف شفتوا في العنوان فانا غادي نعطيكم اخطاء والسلوكيات الا اللي درتوها فغادي تسببوا في مشاكل مع البوليس، وماشي غير البوليس بل حتى مع الميكانيك وايضا الشفاره. فبلا ما نطول عليكم اكثر، معكم شاك رايدر ويلا نبداو. اول شيء واللي خاصكم تعرفوه هو حاليا كاينه حمله شرسه على الدراجات الناريه. انت ولا انت احتمال كبير يكون السبب اللي مخليك كتفرج فيا دابا هو الحمله ديال البريباراسيون. لهذا في جميع الدراجات الناريه ولاو ملزومين باش يكونوا قانونيين في الطريق، ابتداء من وثائق بحال سند الملكيه والتامين الى الاشياء الاخرى بحال الكاسكات والاضواء والمرايات. لهذا فباش تفاداو موتور كيمشي ليك، حاول تقاد المسائل التقنيه ديالك في موتورك بحال الاضواء المرايات وحتى الماكينه، واللي واجب عليك تخليها ستوندار، وفي حاله كانت مبريباريه فضروري انك ترد ستوندار. ما كاين لا 70 سي سي ولا 110 سي سي، ستوندار هي 49 سي سي، ومن غيرها فراك تريسكي بالموتور ديالك. ثاني حاجه المسائل القانونيه والمرتبطه بسلوكيات السائق. واحد غوماق اخوان، بزاف منكم خصوصا اللي اول مره كيشوفني ايجي صوتي او طريق الكلام ديالي بحال الموظفين اللي كاين في نارسا، وهذا شيء عادي. لهذا فانا كنقول لكم انا شاك رايدر كنتكلم على مجال الدراجات الناريه، لا دخل لي في امور الدوله وداكشي، انا فقط هوايتي الدراجه الناريه. لهذا كنحط لكم فيديوهات على الدراجه الناريه. ونرجعوا لثاني مساله واللي كيف قلت لكم من بين السلوكيات العشوائيه واللي ممكن تسبب لكم في خساره الموتور ديالكم، نفتتحوا بالقوانين ونبداو باول قانون واللي هو الكاسك. الكاسك الاخوان مفروض على جميع مستعملين الدراجات الناريه وماشي السائق فقط، فحتى الباساجي ضروري انه يكون عنده الخوذه الثانيه ديالو، لان باستهتار بسيط منكم او لا الخوذه فممكن تخسر موتورك الا تلاقيتي مع البراج، وممكن ايضا تخسر عمرك في حاله قدر الله ودرتي حادثه. لهذا ما نستهتروش بهذه المساله نهائيا، وضروري تطبقوها على اكمل وجه. ثاني قانون واللي هو العاب البهلوانيه. ضروري تكون سمعتي او شفتي شي واحد شدوا ليه الموتور ديالو بسبب الالعاب البهلوانيه، والمشكل هو ما كيعرفش حتى السبب ديال هذه المشكله، بحيث كيكون شخص ما دار حتى شي مخالفه ديال الالعاب البهلوانيه ومع ذلك كيلصق فيه هذه المخالفه. هنا اليوم غنشرح لكم هذا البلان مزيان، ونبداو باول حاجه واللي هي السياقه المتهوره. السياقه المتهوره الاخوان هي ديك السياقه اللي كتكون داخله فيها السرعه والزربه والعصاب، وحنا كنشوفوا ديما في الشوارع المغربيه، بحيث كنلقاو واحد العمر ديالو صغر من عمر ديال الباكيه اتاي، وكيبدا حتى هو يتعصب ويكلاكسوني ويسب الناس في الطريق. وفاش كنجيو نشوفو كنلقاو يا اما غادي في الانتيردي او مضوبل من الجهه المخالفه او شي حاجه بحال هكا. هاد البراج ومع احتراماتي الناس اللي كتفرج فيا هما السبب اللي كيخليو البوليس يقيدوا لك انت مخالفه ديال الالعاب البهلوانيه، لان ماشي ضروري حتى تكابري انت عادي يقول لك العاب بهلوانيه، لا بالغير الا درتي تجاوز المعيب. وبالنسبه للناس اللي ما عرفوش فهو داك الدوبلاج اللي كيكون في طريق ضيق او وسط ازدحام او في خط متصل، فانت فكتحسب لك مخالفه. وماشي هادشي الاخوان، فكاين حتى السياقه بدون وثائق قانونيه او السياقه في طرق الممنوعه بحال الطريطوار والانتيردي والممرات بحال ممر الترامواي والممر الباسواي. وعلى سبيل المثال هذا الفيديو
كيف شفتوا في حالة السلوكيات كل ما قدرتوا انكم تجنبوهم اكثر قدر ممكن كل ما مزيان، لان هادو الاشياء البسيطة ولكن قادرة تصيفط لك الموتورك مورا الشمس. ثالث حاجة واللي هي توقف بين السيارات. مؤخرا في مدينة الرباط تداولوا عدة صفحات اخبار بخصوص هذه القضية، واللي هي توقف موتورك وسط او بين السيارات بهذه الطريقة، بحيث الناس تقيدوا لهم مخالفات ومشاو لهم ماطرهم بسبب هاد السلوكيات. والحل هنا هو ملي تبغي بلاصي موتورك مقاد تماما مثل السيارات. والسبب اللي علاش منعوا هاد النوع من ستاسيونمون هو الازدحام، بحيث اغلبيه الدراجات الناريه ولاو مالينهم اللي عندهم صانيه كتلقاه ملصق ليها لافاليز ديال الجي اس، او اللي عنده سي 50 دير لها ديك التكاي ديال الاس اش. هاد اللعيبات البساط كيزيدوا من طول الدراجه الناريه وكيخليوها الطول ديالها زايد على الطول العادي ديالها، وهنا كتولي الى بلاصتي جنب فكيبقى موتورك خارج بعض سنتيمترات في الطريق. وهادشي الاخوان فهو كيخلي الطريق تكون ضيقه وكيخلي الناس يديروا حوادث السير. وايضا الطريطوار فحتى هو ممنوع توقف فيه موتورك، هذه حاجه باينه. حاولوا تجنبوا هاد السلوكيات باش ما تطيحوش في حتى شي مشكله. رابع حاجه الاخوان، وهذه المره غندوي لكم على كوتي ميكانيك ديال دراجتك الناريه. ونبداو باول حاجه واللي هي لوطخوتيان دراجتك الناريه. في المغرب بزاف ديال الناس ما عندهمش ثقافه ديال لي زونتروتيان، بل بالعكس الا سمعك قلتي ليه بحال هاد العبارات كيقول لك انت كيليميني وفيك الفرع، وهذه ثقافه المغاربه والعرب اون جينيرال. ولكن بسبب هذا عدم الاهتمام وقله المانتونونس بريفونتيف فموتورك كيطيح في شي بان واعر واللي كيولي مخليك خاسر عليه اكثر من داكشي اللي كان خاصك تخسر. ونبداو باول شيء واللي هو الزيت المحرك. الفينونج الاخوان شي حاجه اللي مهمه وضروري لدراجتك الناريه، ففي التساهل ديال الزيت او الجوده ديالو قادره على انها تفرع عليك الماكينه من الجدر وتصاحبك مع جميع السكيلسيه اللي في حومتك. في الزيت الاخوان ضروري تكون جوده مزيانه، وباش ما نديرش اشهار لشي ماركه فانا نقول لكم نصيحه من ذهب. ها نتوما الاخوان فاش تبغيو تشريو الزيت الموتور فوتوا 70 درهم لتر. الا شريتو الزيت ديال 50 درهم او 30 درهم او حتى 60 درهم فانتوما كتلعبوا في الخطر. اما صحاب الزيت ديال العبار فهادوك بلا ما ندوي عليهم. هادشي حاجه. وحاجه اخرى، الزيت الاخوان ماكسيموم ديال الكيلومترات اللي خاصك تضرب بها فهو 1500 كيلومتر. كثر من هذا العدد فانت كتدق على سيكليس. وحاجه اخرى بالنسبه لصحاب الماطر كبار، الزيت فهو كيتبدل مع الفلتر ديالو، ولكن باش نتفاداو المصاريف بزاف والحله البولونات بزاف فاعتمدوا على هذا البلان واللي هو ديرو فيدونج كومبلي، يعني زيت وفلتر، وموراها ديرو فيدونج نورمال يعني غير الزيت. هنا تحافظوا على ماطركم ويبقاو معكم بجوده رائعه. وثاني شيء واللي هو البلاكيت والكيتشين. هاد جوج ديال الحوايج الاخوان هما اساسيين في دراجتك الناريه، خصوصا الا كانت عندك 150 الفوق. حتى هما كيلزمك كل 5000 كيلومتر تراقبهم وتشوف الليطه ديالهم. في السلسله لازم ديما تكون مكريسيه بالسائل ديالها الخاص. والبلاكيت فهما كيتبدلوا على حساب الاستعمال اليومي ديال السائق. في داخل المدينه المده ديال التغيير ديالهم كتكون قصيره عكس واحد ساكن خارج المدينه او عنده طراجيات خارج المدينه. وبالنسبه للناس اللي كيتسائلوا على كيفاش نراقب هاد جوج الحوايج فالحل سهل. بالنسبه للبلاكيت يكفي انك دير واحد الانحناء تحت دراجتك الناريه وتشوف مستوى التآكل ديال البلاكيت. اما بالنسبه للكيتشين واللي هو السلسله والبينيوات فالتقلاب ديالهم كيعتمد على الاصوات اللي كتصدر السلسله بالاضافه الى المانيابيليتي ديال دراجتك الناريه. فالسلسله ملي كتموت فهي كيولي فيها واحد السرسير والترديق والموتور كيولي ناقص في التبدال ديال الفيتاسات. وفي حاله الاخوان ما كنتوش فاهمين هادشي مزيان فتكفي انكم تمشيو عند الميكانيكي وهو غيدير لكم واحد التقريبه الموتور وغيعطيكم اما داكشي تصوب اما ما تصوبش. هادشي كامل اللي قلتو الاخوان فهو مرتبط بكوتي ميكانيك، وإلا طبقتوه بالحرف فيبقى لكم موتوركم مزيان واحتمال انكم تطيحوا اون بان ضعيف الى درجه منعدم. ثالث حاجه واللي هاد المره متعلقه بالسرقه. سرقة دراجتك النارية الاخوان كاينين بزاف ديال السلوكيات ممكن انهم تساعدوا باش يتشفر لكم موتوركم، ومن بين هاد السلوكيات واللي هو تحط موتورك وتغفل عليه. هاد السلوك سلوك باين وواضح بسببه تسرقوا بزاف ديال الماطر لبزاف ديال الناس. الحل هنا هو انكم تفاداو تغفلوا على موتوركم وكونوا ديما على القرص. وثاني سلوك هو انه يكون عندك موتور وما عندكش قفل.
هذه الاخوان فهي بمثابه سبرديله بلا تقاشر. فلا يعقل انك تكون خلصتي اكثر من 8000 درهم في موطور وجيتي حتى القفل واللي غالي فيهم ما كيفوتش 150 درهم وتسقرم عليه. فهنا انت كتكون عرضه كبيره لسرقه دراجتك الناريه وثالث سلوك واللي هو تهبط من موطورك للبنكه او الحانوت او شي حاجه بحال هكا وتخلي موطورك في الساروت او مديماري. فانت اخويا ولا اختي الا ما تسرقش لك موطورك البارح فكون على يقين بلا غدا او بعد غدا غيتسرق لك. الحل هنا ساهل وواضح، هو انك تجنب هادشي اللي قلت لك ودير العكس ديالو، وهكا انت تكون قسم من الاحتماليه انه يتسرق لك موطورك. في الختام كيبقاو هاد النصائح والسلوكيات اللي قلت لكم بمثابه كنز اللي ممكن اي واحد يكون غافل عليه، وبسبب هاد الفيديو غتبدل السلوكيات ديالو وبالتالي تجنب كارثه الى قدر الله. دونك الاخوان كنتمنى تكون وصلتي حتى لهنايا، وإلا وصلتي حتى لهنايا تابونا ودير لايك، ولا عندك اي اضافه خلي لينا في كومونتير ربما تعاون شخص اخر.